بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. أهلا وسهلا بكم متابعيني الكرام، مرحبا بكم في فيديو النهاردة. طبق جديد ومعلومة جديدة. هنعمل مع بعض فطار يصلح للدايت، خفيف جدا وسهل وبسيط وسريع، مش هياخد منك وقت وكمان غير مكلف وعلى قد الإيد، ومكوناته موجودة في كل بيت. عايزين نبدأ هنا الأول بإنه نقول إنه فطارنا هيبقى عبارة عن اللي انت شايفاه دوت، عبارة عن عدد بسيط من البيض، حبة أو اتنين، هيعملوا لك طبق يكفي شخصين، وحباية كبيرة من الطماطم أو اتنين حبة متوسطة، وشوية من البقدونس أو الكزبرة الخضراء مع العيش البلدي، ولو في جبنة قريش أو جبنة بيضة. وهتعملي أحلى سندوتشات للفطار، سهلة وسريعة وخفيفة، وتقدري تحطيها كمان في اللانش بوكس الخاص بيكي وانت رايحة لشغلك. هنا ده شوية من المخلل كده اللي احنا برضو عاملينه في القناة مع بعض، وشوية من الجرجير الأخضر أو الخضرة، وبالتالي كده انت حصلت على وجبة غذائية قيمتها الغذائية عالية وخفيفة وسريعة وسهلة، واديتك كل احتياجاتك وعناصر غذائية مهمة. خلينا أقولك إن احنا عايزين نقول إنه حكمتنا النهاردة بنقول إنه الأطباء نجحوا في زراعة كل شيء في جسم الإنسان إلا شيء واحد، وهو الضمير. الحاجة الوحيدة اللي ما قدرش الأطباء يزرعوها في جسم الإنسان هي الضمير. يعني قدروا يزرعوا كل جزء من أجزاء الجسم وبأجهزة تعويضية، مفيش مشاكل، إلا الحاجة الوحيدة اللي ما قدرش يزرعوها هي ضمير الإنسان. بجيب هنا بقى طماطمية كبيرة بقطعها إلى حلقات، معلقة كبيرة من البقدونس أو الكزبرة مع الشبت، أي خضرة عندك، وفصين اتنين من التوم، ولو انت عايزاها سبايسي أو حامية هتجيبي قرن شطة أو قرن فلفل حامي، او لو عايزاها بارده يبقى تحطي هنا ايه فلفل الوان لو عندك. في الطبق ده برده او الصنف ده بتبقى مغذيه جدا. بقطع الكلام ده كله زي ما انت شايفه كده قطع صغيره، بفرم الكلام ده كله، الشطه مع الثوم مع الكزبره الخضراء او البقدونس والشبت، وبكون بقطع الطماطم الى حلقات. طيب انا عايزه اقول لك ان هو برضو انه آم، في دعاء تقدري تقوليه في حالة لما يكون حد ظلمك ظلم قوي أو ظلم بشع، فوق طاقتك مش قادرة تتحمليه. في الدعاء ده بتقوليه اللي هو: سبحان من ملك فقهر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. سبحان القوي المقتدر، إني مظلوم فانتصر، ليس لها من دون الله كاشفة. رددي الدعاء ده هو 3 مرات، وإن شاء الله ربنا يستجيب لدعائك. فربنا سبحانه وتعالى قال: ادعوني أستجب لكم، وليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب. ربنا يتقبل منا دعائنا يا رب، ويعفو عنا ويغفر لنا، ويجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. حطيت مسحة خفيفة من الزيت، لو عندك زيت زيتون يفضل، يبقى رشة زيت زيتون خفيفة خالص في المقلاية، أو في أي سطح غير لاصق أو جريل، الحاجة اللي هي ما بتلزقش فيها الطعام يعني. وبعد كده رصيت عليها حلقات الطماطم، بكل بساطة ما بياخدش 5 دقايق الصنف ده. وبعد كده وزعت عليها التوم مع الشطة اللي بتاعتي، سواء كان بقى فلفل بارد أو شطة حامية. بدأت أوزعها على سطح الطماطم. باخد الصينية القمر الحلوة دي أو الطاسة ديت، وببدأ أحطها على نار هادية، وبغطي عليها وبسيبها هنا ايه دقايق بس لحد ما تدبل وتستوي. الناحية التانية بقى بجيب هنا عدد 2 حبة من البيض، وبتكسريهم في بولة. وبعد كده بقى طبعا لازم بيض يبقى فيه فلفل اسود وملح وكمون. ولو عندك اي توابل عايزه انت تستطعميها في الطبق ده، عايزه تحطي نص معلقه كركم حطي، عايزه كلها تدعيم او ان انت بتدعمي القيمه الغذائيه في الصنف. عايزه تحطي مثلا فلفل اسود، طبعا ده ضروري عشان كمان البيض والزفاره بتاعته. وممكن نحط برضو نهوت لو عندك روزماري، لو عندك زعتر، حطي برضو حاجة بسيطة. كل ده بيديكي نكهة في الطبق بتاعك، وكمان طعم حلو أو مستحب وقيمة غذائية. وسنة من الملح، وببدأ هنا أقلب الكلام ده كله مع بعضه. بخفقه كويس قوي قوي وبجهزه. طيب خليني اقول لك هنا هوت انه احنا كنا اتكلمنا على ان هناك بعض النصائح القانونيه اللي على قدر ثقافتنا او معلوماتنا بنقول نعمل بيها علشان محدش يأذينا، وعلشان نبقى متفهمين الوضع جيد. انا هنا بعمل ايه؟ عندي قطعه من الجبنه الموزاريلا كانت في الفريزر، ببدا امسكها وابشرها بالمبشره عشان هبدا. لو انت عندك كيس موزاريلا خدي منه وابداي ايه تابعي الخطوات وشوفي هتحطي الموزاريلا امتى. هنا بقى بنزل بالبيض بعد ما الطماطم دبلت كده وبدات تستوى هي مع الفلفله والشطه والبقدونس. هنزل بقى هنا بايه؟ بالبيض، بوزعه كده على سطح الطماطم بتاعتي.
اخر طبقه بعملها هي طبقه ايه الجبنه الموزاريلا، وببدا اغطي بقى برضو هنا واسيبها على نار هاديه. وتدوقي احلى طبق بالطريقه التركيه، طبق بيض سهل جدا وسريع وخفيف وما بياخدش والله 5 دقايق بالظبط في العمايل، وكمان سريع قوي وقيمته الغذائيه عاليه. لو عملتيه للولاد، لو عملتيه مثلا في فطار زوجك وفطارك الصباح في الصباح، يبقى انت خدتي قيمه غذائيه عاليه، وفي نفس الوقت طبق جميل جدا حتى في تقديمه. طيب انا بقول هنا نكمل مع بعض النصائح القانونيه اللي كنا بدأناها في الفيديوهات اللي فاتت. انت عارفه ان انا بحب اديكي لما بعرف معلومه او علم ما بخبوش عليكي، فربنا يجعله يا رب طبعا صدقه جاريه لينا باذن الله، ولوالدينا ولكافه اموات المسلمين، الله يرحمهم جميعا يا رب. بقول لك هنا في حالة انك تعرضت للتهديد او ابتزاز من اي شخص او من اي حد، راجل او ست، ولد او بنت، ايا كان الشخص اللي هددك او ابتزك او اتعامل معاكي بطريقة مش كويسة، او خد سحب بياناتك وصورك وحاجتك من على التليفون او الهاتف. ولو اني انا بديكي معلومة اخت ليكي لوجه الله، ما تحاوليش انك تحطي اي صور ليك على الموبايل، اي حاجات شخصية، اي بيانات بنكية او بيانات بطاقتك او ارقام سرية مثلا خاصة بملفاتك او بالكمبيوتر بتاعك او بالتليفون بتاعك او باي شيء خاص بيكي. يفضل ان انت ما تحطهاش على الجوال ابدا ابدا، على التليفون يعني او الهاتف، لانه دلوقتي في هاكر وفي ناس بتقتحم التليفونات وفي برامج بيسحبوا بياناتك ومعلوماتك، وممكن يأذوكي او يضروكي او ياخدوا بياناتك او يسحبوا من رصيدك او يعني كل ده ملوش لازم. الناس اللي بتحط صور ولادها واطفالها، مفيش داعي لكل دوت على التليفونات ولا صورك ولا اي حاجه خاصه بعيلتك. ما تنشريش شؤونك الخاصه واسرار بيتك وحاجتك الخاصه بيكي على وسائل التواصل، تعتبر علم مفتوح على العالم كله، على الناس كلها يعني. انا هنا طبعا نزلت الطبق بتاعي بعد ما استوى، نزلته في الطبق مع العيش البلدي وشويه مخلل بقى زي ما انتم شايفين كده، ده اللفت اللي كنا عاملينه في القناه مع بعض، مع شويه من الجرجير او الخضره، وكده يبقى انت عملتي الوجبه بتاعتك. ما خدتش وقت ابدا. ما تنسيش تدعمي الفيديو باللايك واشتركي في قناتي، ده تشريف ليا وده بيسعدني، وربنا يقدرني واقدر امدك بالمعلومات الكويسه اللي بنعتبرها صدقه جاريه على روح امواتنا، ابويا وامي وجوزي وكافه اموات المسلمين. ربنا يا رب يجعلها ذخرا لنا ليوم الدين. انا عايزه اقول لك هنا اهوت انه ما تحطيش اي بيانات او معلومات خاصه او صور او اي تفاصيل خاصه بيكي على التليفون بتاعك او الهاتف بتاعك، عشان ما تكونش عرضة للسرقة وان حد يهددك او يبتزك بيها. طيب فرضنا حصل ده لا قدر الله، ما تتأخريش في انك تروحي تبلغي، تعملي بلاغ او محضر في قسم الجرائم الالكترونية، في قسم الشرطة، او في المنطقة اللي انت تابعة ليها، او البلد اللي انت مقيمة فيها. طبعا بيكون الكلام ده فيه سرية تامة، وبيجيبوا لك حقك لحد عندك، والامور بتمشي في مسارها الطبيعي علشان تاخدي حقك وما تديش فرصة لحد ان هو يبتزك. ومش هقدر اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد يأذي حد او يظلم حد. تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. استودعتكم الله، مع السلامة.